أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حسون يتكلم. الفكرة بتاعت النهاردة اللي هتكلم فيها هي فكرة بتستفزني شوية في السوشيال ميديا ويمكن في الواقع. وفي خلال فترة نزولي للمستشفى في كذا حاجة اتعلمتهم ولمستهم، ويمكن اللي غرس فيها الفكرة اللي هتكلم عنها النهاردة هو نايب جونيور موجود في المستشفى. وللناس اللي بره المجال الطبي، النايب الجونيور في المنظومة اللي عاملة بشكل رسمي في المستشفى أو في التخصص يعني بيكون هو أصغر فرد موجود يعني، من ناحية السن ومن ناحية القامة العلمية وهكذا. الفكرة بتاعت النهاردة هو طريقة تعامل الدكاترة مع العيانين، وعايز أركز على نقطة معينة وهي الكلمة الطيبة، يمكن مش بس في التعامل مع العيانين ولكن أنا حابب أخص بالذكر هنا التعامل مع العيانين نظرا لضغط الشغل بالنسبة للدكاترة والحالة النفسية السيئة بالنسبة للمرضى، وتحديدا في حاجة زي مصر يعني اللي هو الوضع سيء لأقصى حد. فالحلقة بتاعت النهاردة أنا هتكلم فيها بصفة طبيب امتياز، فأنا مش هاخد صف حد ولا هحاول أجي على حد، ولكن هحاول أعرض الموضوع إن شاء الله بشكل زي ما أنا اتعلمته من النايب اللي كنت بمر معاه يعني. في البداية أنا مبحبش الجو بتاع السوشيال ميديا بتاع البوستات اللي هو أنت بتتنبأ بالحاجة مستقبلا، أو أنت بري أوكيبايد ومتحفز لأي حاجة هتجيلك، إن أنا أي عيان هيجيلي فانتظروني في الاستقبال، أنا البلطجي الوحش اللي هيسد على الاستقبال، وأي حد هيكلمني ولا هيعلي صوته عليا هقلبها مجزرة، والجو اللي العيال بتعمله يعني في كلية الطب ده. الموضوع مش كده خالص، والحاجة اللي اتعلمتها يعني من النايب إن أنت الكلمة الكويسة بتفرق مع كل اللي شغالين معاك، ده في المقام الأول اللي هم زمايلك أو حتى التمريض اللي شغال معاك، وفي نفس الوقت بتفرق مع المريض. وشرح لي الموضوع بكل بساطة من خلال فكرة إن أنت بتتصور يعني الموضوع ده كله كأنه بيحصل معاك أنت. وهضربك أنا بسكينة يعني، معلش اعذرني على الضربة القوية ديت، إن تخيل أمك في موقف زي ده. وطبعا بما إن إحنا طلبة امتياز أو طلبة كلية طب عامة اللي هم اللي بيشيروا البوستات ديت وبيفضلوا يعملوا الجو بتاع الروشنة اللي هم بيعملوها ديت، ف يعني الموضوع بيكون صعب إن أنت تروح في مستشفى جامعي وأنت أصلا شخص غير مقتدر. يعني أنا عايزك تفكر في النقطتين دول، أنت طالب امتياز أو طالب طب، فأنت غالبا بتقضي الوظيفة بتاعتك في مستشفى جامعي اللي هي أصلا تعتبر مستشفى حكومي يعني. فالفكرة إن الناس اللي بتيجي بيكون جزء كبير منهم غير مقتدر ماديا، فهو أصلا عليه ستريس أو عليه ضغوطات من الحياة نفسها. فنصيحة الراجل ليا كانت إن أنت ما تحاولش إنك تزود الضغوطات دي بأي شكل من الأشكال. هل معنى كده إن أنا أسمح لحد بإن هو يهني أو إن هو يتطاول عليا؟ بكل تأكيد لأ، ولكن برضه أنت في جزء كبير من الحاجات دي أنت بتقدر تتعامل معاه، او انت ما بتحفزش الموضوع ان هو يحصل من الاساس عن طريق ان انت مثلا مش فاضي او مضغوط ان انت تسمع الراجل دوت، او شايف ان هو بيهرتل باي كلام. عادي انت ممكن تقول له يا باشا الف سلامه وتصرف امورك يعني، اللي هو انت من جواك لو انت عايز تكون كويس هتلاقي مليون طريقه تكون بيها كويس وتحتوي الموقف. مش بقول ان دايما الناس بتكون على غلط وان غضبك غير مبرر، لا بالعكس، في احيان كتير ناس بتكون سفله وقلة ادب، ما اختلفناش. لكن برضو انا بقول ان يعني الواحد برضو بتكلم من الحالات اللي انا شفتها في حاجات كتير الواحد عمره ما كان يتخيل ان هي موجودة في المجتمع، يمكن يعني بسبب الحاجة اللي هو عايش فيها او البيئة المعينة اللي هو عايش فيها، فهو مش دريان بالناس دي على الاطلاق. ولكن الحاجات دي موجودة بجد على ارض الواقع، ان انت تلاقي حد هو اصلا شايل كمية هموم انت تقول ايه ده، اللي هو بتحس نفسك ان انت صغير قدام الشخص ده، ومع ذلك هو مريض بمرض يعني انت مستحيل تتخيل ان الابتلاءين مثلا او الثلاثه في بعض دول موجودين في نفس الشخص، وانت اقصى ابتلاء موجود فيه. عامه الشيفت اللي مش عاجبك او المرتب اللي مش عاجبك مش بتفهم من مشاكلك اكيد. الثلاث هموم بالنسبه له هي تعادل نفس الهم بالنسبه لك، لان ربنا بيدي كل واحد فينا الهموم على قد الحاجات اللي هو قادر بالظبط ان هو يشيلها. ولكن النقطه اللي بتكلم فيها ان انت حاول بقدر الامكان ما تكونش انت سبب في زياده حمول شخص، سواء كان زميلك في الشغل. يعني انت تقدر تكلم الناس بكلام كويس تدعمهم طول ما انت قادر تعمل كده، يعني الحاجات دي ما بتكلفش الشخص تقريبا انك تقول لحد كلمه كويسه او كلمه حلوه 10 ثواني مثلا، 20 ثانيه، دقيقه يا عم بالكتير. فعوضا عن ان انت تعمل مشكله وتزعق وتفتعل مشكله والمشكله وصوتك يعلى وهو صوته يعلى وبعد كده تخشوا وممكن تمدوا ايديكم على بعض، فانت كده اخترعت مشكله من العدم يعني. وفي نفس الوقت انت ممكن تحتسب ثواب اللي انت بتعمله ده عند ربنا، واكيد طالما انت جبرت خاطر شخص او سعيد في ان انت تطمنه، حد امه مريضه ابوه مريض هو نفسه مريض، فانت سعيد في ان انت تطمنه وان الامور ابسط ما يكون. ولو انت مشغول دلوقتي يا عم ان شاء الله، حتى لو انت بتقول الكلام ده من باب يعني اللي هو زي ما احنا بنقول عزومة المراكبية يعني،
فهي بتفرق ان الشخص ده هينزل على الاقل من على دماغك يا عم، يعني في ابسط الحالات. وحاول ان انت ما تستغلش سلطتك على حد يعني، لان انت ما تضمنش. انت برضو ستيل، حتى لو انت دكتور او كده فانت تحت سلطة ناس. يعني انت لو دكتور فانت تحت سلطة السينيور الاكبر منك، والسينيور تحت سلطة الراجل اللي مشرف عليه، وكلنا تحت سلطة حد معين. يعني مفيش حد اعتقد في الحياة هيكون ملوش كبير يعني، الا بقى لو انت بتشتغل حاجة زي انك رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء، ساعتها نبقى نتكلم ده ان شاء الله لما تبقى توصل يعني. فالموضوع ده بجد انا لمسته يعني، وشايف ان هو حاجة هتفرق مش بس مع العيانين بتوعك، ولكن أنا حبيت أتكلم من منطلق العيانين، لأن يمكن دي الحاجة اللي لمستها في الفترة الأخيرة من خلال نزولي للمستشفى وتعاملي مع المرضى والدكاترة يعني. ولكن أنت ممكن تعمم ده على أي حاجة في حياتك، يعني زمايلك، أهلك في البيت. مش لازم طول الوقت تكون الشخص اللي هو أنا مخنوق فهطلع بقى غضبي على كل الناس اللي حواليا. ونفس نصيحة من نفس الدكتور دوت، إن هو قال لي حاول إنك تكون زي الصخرة اللي بتتكسر عليها السلطة بتاعت الشخص اللي فوقيك. يعني لو أنت بتتعرض لأي حاجة في حياتك سيئة، مش لازم يعني من ساعة طفولتك لحد لما تكبر، أي موقف سيء أنت مريت بيه، فمش لازم يتربى جواك الجزء بتاع الانتقام أو الكره بقى، إن أنا لازم لما هوصل هعمل وهسوي وهنتقم وهكسر الدنيا. الإجابة إن هو يعني الموضوع ده ممكن الناس تشوف إن هو حقها، بس أنا بشوف بصراحة إن هو لأ، لأن اللوب دي مش هتخلص. يعني مش معنى مثلا إن أنا رحت قاضي مصلحة حكومية فموظف معين تعنت معايا في حاجة زي كده، فأنا إن شاء الله لما ربنا يكرمني وأوصل وآخد منصب فأنا هتعنت مع كل الناس نتيجة إن في موظف معين. فمن كل الناس اللي أنا تعنت معاهم دول، كل واحد فيهم هيكبر ويروح منصب معين أو هيشتغل يقضي مصالح الناس في جزء معين، هيبدأ يتعنت مع اللي تحته، فاحنا اللوب دي مش هتخلص. فحاول تخلي جزء من صدرك رحب، وإن أنت تقدر تسامح وتعفو عن الناس يعني. وأعتقد إن كل ده بثواب عند ربنا، إن أنت جبرت خاطر حد أو قلت لحد كلمة حلوة. فالحاجات دي صدقوني بتفرق يعني. أنا مش عايز أتكلم عن المواقف اللي بتحصل آه، علشان ما يكونش جزء من الرياء يعني، ولكن انا بقول لكم بجد وحقيقي الحاجات دي بتفرق مع الناس جدا يعني، وبتحسن في نفسيتهم بجد. والاهم ان ثوابها عند ربنا عظيم، وممكن ربنا يسخر لك كل الحاجات اللي تساعدك في الحياة عشان موقف بسيط زي ده. فما تستبسطش اي موقف يعني واعمل الحاجات دي لوجه الله، هتلاقي ربنا بيكافئك عليها. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.